فعالية هذه المساعدات في إطار المرحلة الأولى، فإننا سوف ننشط بالتعاون مع المصرف العالمي وصندوق النقد العالمي، وأيضا بمشاركة المجتمع المدني اللبناني باتجاه اتخاذ القرارات وتقييم الوضع الحالي في هذه الدولة، فإن ذلك أيضا يعتمد على الأولويات التي سوف ترسمها ممثلو ومؤسسات المجتمع المدني. وهذا بالنسبة لفرنسا أيضا أولوية الاحتياجات إلى إرسال المساعدة الغذائية، وأيضا القطاع الطبي الذي يعاني من الأزمة، بالإضافة إلى قطاع التعليم، وهذا أمر مهم لمستقبل لبنان، بالإضافة إلى الثقافة والميراث الثقافي، وأيضا إعادة إعمار ميناء بيروت مرفأ بيروت الذي قد تعرض للأضرار نتيجة لهذا الانفجار. وأيضا سوف نساعد المؤسسات والقطاع الخاص للاقتصاد اللبناني، فإن فرنسا سوف تساهم في الصندوق المناسب لهذه المساعدات، فإن هذا الدعم من قبل جميعنا للشعب اللبناني سوف يستمر ويبقى، ولكن لا يمكن أن نبدل ذلك بمسؤوليات من طرف السلطات اللبنانية. فإن هذا المؤتمر الثاني والذي سوف يسمح لنا باستكمال رد المساعدات فيما يتعلق بالمساعدات العاجلة، فإن ذلك لا يمكن استبداله بالتزامات القوى السياسية في الدولة اللبنانية والمؤسسات بغية تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات. ووفقا لهذه الخريطة سوف تصل المساعدات الأممية والدولية، فنحن لا نريد أن نخذل الوعود التي قد قطعنا أمام الشعب اللبناني بشأن هذه المساعدات. فأنا أريد أن أتوجه إلى الشعب اللبناني، وأيضا أريد أن أقدم الكلمة لممثلي الشباب اللبنانيين الذين لهم كرامة وهم سوف يعيشون في هذه الدولة، وهم هذه الدولة سوف تبقى في قلوبنا. والآن أريد أن أقدم الكلمة لممثلي الشباب اللبنانيين.